فيلمنا اليوم كيبدا بثلاثة من رجال الشرطة الفرنسية، وكانوا كيطاردوا شاب على الموتور ديالو. وقت اللي طلبوا منه يوقف ورفض ولاد بالفرار، فعرفوا انه كيوزع الحشيش او سارق الموتور. دخل ليهم في طريق ضيقه، ومن بعد بدا كيراوغهم ما بين لي كونتينر، وفجاه كيظهر صاحبه رمى الموتور وركب معاه وخلى عجاجه من وراه. الوقت اللي كان تابعوا واحد فيهم بالجرة ولكن ما لحقوش. هاد الثلاثي ما عجبوش الحال، يدوز نهارو خاوي بلا رابور. انطوان اتصل بالمخبره ديالو اللي الاسم ديالها امل، اللي كانت من اصول عربيه، وطلب منها تعطيه شكون البزناز اللي كاين اليوم في الحي عندهم واي نعيمه راه يكون فيها. عطاتو المعلومات اللي بغا، هز الموتور، ركب صاحبه وراه وقصدوا الحي الشعبي اللي كان معروف جامع البلاوي الكحله من سرقه السطو والضرب والجرح والحشيش، خصوصا انه جا في شمال مارسي، سهل تهرب وتدخل الحشيش كيف بغيتي. وهذا الحي بالضبط الداخل مفقود والخارج منه مولود، خصوصا رجال الشرطه. دخلوا بالموتور على اساس انهم يشريوا الحشيش، ومع الدخله لقاو واحد ملتم، قالوا لي بغينا نتقداو، وراهم بلاصه ديال البزناز وقصدوه مباشره. في حين صاحبهم الثالث غريغ كان موجود ولكن مخبي. الوقت اللي شدوا البزناز وقف عليهم بالسياره ودخلوه بالقوه، وهنا جاو صحابه من السيكتور وهجموا عليهم وكانوا كلهم ملتمين. الشرطه ما كان عليها الا يرجعوا بالسياره اللور، ودخل في واحد الزبل كان محطوط وسادين به الطريق، وهربوا نيشان الكوميساريه. في الليل كنشوفوا انطوان مع المخبره امل، وكنفهموا بلي هاد المخبره كل ما بيعت بشي بزناز كتاخذ نصيبها من الحشيش اللي كيشدوه بالحوزه ديالو، حيت كانت حتى هي مبليه. ثاني يوم الكوميسار تواصل مع غريغ وقال لي ملي كنشدوا واحد كيبيع الحشيش بحال كنشدوا شفار، وهذا الشيء ما عندهم ما غادي يغير غير الميزانيه ديال 100 اورو كمصاريف في اليوم الواحد، والسياره ديال الشرطه اللي كتخرب وخاصها تصاوب، ووزاره الداخليه كتحاسب معايا على الاورو الواحد. وطلب منه ينسى داك الحي، في حين ان غريغ كيطمح هو وصحابه يديروا بحال هاد العمليات باش تزادوا من النقط في الدوسي ديالهم وياخذوا علاوات وترقيات. لكن جيروم كان جدي وطلب منه يفوت عليه داك الحي ويخدم عادي كيف ما كان قبل. ثلاثي رجع خدام كيحرر مخالفات اللي كيبيعوا في الارصفه او الشفار، سرق شي بزطام او مدهبزه في الطريق، وهادشي جاب لهم الملل. وهما في السويقه كيشوفوا جوج شباب، واحد بولحيه وصاحبه كيبيعوا الفكارن، وهادشي ممنوع. وقفوا عليهم ونكروا انهم ديالهم، كلاو واحد جوج مسمنات لواحد واعترفوا، ويلا يركبوا من السياره يديهم الكوميساريه. يجي نداء في الراديو كيطلب الاغاثه، شي حد تمسطوا على سيارته سوداء من نوع اودي ودخلوها لذاك الحي. غريغ كانت الفرصه ديالو، وهو اللي كان قريب لذاك الحي، خلي بولحيه وصاحبه ويركب مع الفريق ديالو ويقصدوا الحي بسرعه البرق. وهنا وقفوا السياره وخوتنا فلا شافوهم وجاو وسدوا عليهم الطريق. الوقت اللي نزل غريغ وصاحبه ياس من السياره باش يدير خدمته، كيجي نداء من الراديو كيطلبوا منهم ينسحبوا ويخرجوا من تما. رئيس العصابه قال له راك سمعتيهم، لكن الشرطي كان رافض انه يتحرك. وهنا قال له الا بغيتي تدخل عندك الجرأه الكافيه ممكن انك تدخل. وقال له مالك صاحبي، محل راسك خدام ب1000 اورو للشهر وقاني علينا وما قادرش حتى دير خدمتك. وبدا كيستفزو باش يكون الشباك، رغم ان عدد العصابه كبر بكثير من ثلاثي اللي كان واقف قدامهم ومتوتر. شرطي غريغ سمع السبان ديال بصح وانسحب مع صحابه، قصد الكوميساريه باش يرتاح شويه. هنا يجي عنده الشاف وقال لي علاش لغيتي البلاغ في الوقت اللي كنت لداخل عندهم. وقال له بلي دوك الاحياء المهمشه قدروا يرسخوا الجذور ديالهم وما بقاوش كيخافوا من الشرطه، وما يمكنش يدخل لذاك الحي وما تعرضش للسب والاعتداء. في الوقت اللي خاصنا نسكتوا ونغضوا البصر، وخاص سياره الشرطه ما يوقع فيها والو. وطلب منه يشرح لي شنو فائده ديال رجال الشرطه. اذا رجع الفريق الثلاثي لخدمته كيف الاول، ونساو عليهم هذاك الحي حتى لواحد النهار كينتشر فيديو حقق 3 ملايين المشاهده، وكانوا جوج ملتمين كيعذبوا واحد الولد اللي كان خدام معاهم في الحشيش، وكان كيسرق الكليان ديالو، وكان كيخاطبوا الناس وتيقولوا لهم تقدروا تشريوا من عندنا وحنا هما الشرطه. هذا المقطع كان رائج بزاف، والعمده والجهات المعنيه طلبوا من العميد يتحرك حيت هادشي زاد على الحد ديالو. وهنا جيروم شاف ان غريغ هذه فرصته اللي كيقلب عليها باش يطيح شبكه كبيره لترويج المخدرات. غريغ قال جيروم يا قلتي الاحياء الشعبيه محظوره، قال له الامور خرجت على السيطره. وهنا غريغ هضر القضيه اللي عطاه جيروم. اول خطوه لغريغ هو يخلي صاحبه يمشي يتلاقى مع المخبره امل.
تعطيهم المعلومات على الرؤوس الكبار، خصوصا ان ولد عمها معاهم. رفضت امل وقالت لي واش عارف الوضع كيفاش تما راه فحال بغداد، وقالت لي بلي خصوصا الرؤوس الكبار ديما كيكونوا تحت تاثير مخدرات مستعدين للقتل حفاظا على لازون ديالهم، وهما اللي حاطين القوانين تما، ورجال الشرطه ولا السياسه ما كتهمهمش، وعاد مهلين في الناس ديال الحي وخصوصا الاطفال في الاعياد. وعاد خلي القتيله بيناتهم في حاله واحد فكر انه يحتفظ بكيس المخدرات لراسو، والتصفيات بيناتهم على الجهد، والحي ولا فحال شي غابه وكل شيء تسطى. قال لها شوفي تعطيني معلومات نعطيك 2 كيلو. قالت لي انا ما بغيت والو من تم، حيت الا تشدوا وعطيتوني المخدرات ديالهم اعرفوني انا اللي بايعت بهم، حيت المخدرات ديالهم كيصايبوها بنفسهم وكيضيفوا لها واحد التركيبه خاصه بهم هما اللي كيعرفوها. وقالت لي 5 كيلو الحشيش، ومن بلاصه اخرى نعطيك المعلومات اللي بغيتي. قصدوا جيروم الشاف ديالهم، لكن رفض يعطيهم الحشيش اللي في المحجوزات، مع العلم انهم كيحرقوها من بعد مده. قال لهم حنا ماشي كنصادروها باش نرجعوها للشوارع مره اخرى، وعاد يزور التقارير. وحتى هما قالوا لي صعيب علينا اننا ندبروا في 5 كيلو من برا. جيروم قال لهم ماشي سوقي، شوفوا منين تدبروا عليها وبعدوا مني غير انا. ياس قال له انهم كيخاطروا بخدمتهم باش النائب يتمجد في الصفحات، في حين ان الاحياء الشعبيه مهمشه وما كيهتم بها حتى شي واحد. جيروم وعدهم بزيادات في الراتب والقراض. ثلاثي قرر انهم يديروا براج في الليل قريب للاحياء المعروفه اللي كيتباع فيها المخدرات، واللي دخل وخرج شاري المخدرات يصادروها من عنده حتى يجمعوا 5 كيلو. كانت مهمه صعيبه وخاص شويه صبر وفيها مخاطره. حتى لواحد الليله خرج عندهم واحد البزناز والبوديغارد ديالو بسياره بورش كايان، وقف عليهم وطلب تفسير علاش كيسرقوا الكليان ديالو وكيخلعوهم ما غاديش يرجعوا يشريو من عندهم. قال له ما كناش عارفين انها لازون ديالك. وشويه شبكات ما بيناتهم، واللي عنده شي سلاح جبدو. البزناس بقى كيشوف غريغ ووجهه ما كانش خافي عليه، وقال له انت بوليسي. طلب من الحارس الشخصي ديالو يتراجع وقبل يركب السياره ديالو قال لغريغ نتلاقاو انا وياك. هنا عرفوا راسهم انهم كيعرضوا نفسهم للخطر. ثاني يوم وهما كيتغداو كيجي نداء اغاثه لفريق شرطه داخل الحي وهجموا عليهم، لكن غريغ رجع وسد الراديو ورفض يمشي يعاونهم. في عشيه غريغ كان في الكوميساريه وجا عنده رئيس الفريق اللي كان متورط في الحي، وقال له حشوم عليك خليتينا متورطين في الوقت اللي تقدروا تجيو وتدخلوا. دابزو ومشاو عند جيروم باش يشرح ليه علاش ما تدخلش في داك الوقت، وطلبوا من الفريق ديال صاحبه انه يتعاون معاهم باش ينقيو داك الحي. واول حاجه يجمعوا كميه ديال الحشيش اللي هي 5 كيلو باش تقدر المخبره ان تعطيهم المعلومات ويدخلوا لداك الحي. قبل كانوا 3 في الفريق، دابا ولاو 6 الافراد. تفرقوا ما بين الازقه ولي بواط، واللي شدوا كيصادروا الكميه اللي عنده، سواء بزناس صغير او كيشري راسو. فتره صغيره قدروا انهم يجمعوا 5 كيلو. الامل غادي تزود انطوان بالمعلومات، وقالت لي بلي من بعد 3 ايام تجي شاحنه كبيره للحي، وفي المخبأ غادي يتجمعوا المدراء كاملين كيروجوا مخدرات، ولكن لنهار واحد فقط. قالت لي بلي ما عرفتش البنايه اللي فيها المخبأ حيت هما مشكاكين بزاف، وحتى السلعه ديالهم ما كيعمرش بها الصاك، باش الا وقع مشكل كيكون واحد حاضر البلاصه وكياخذ الصاك وكيرجعوا المخبأ الرئيسي. وطلبات منه يتبع الحقيبه وتما يلقى المخبأ ديالهم. الفريق كان متوتر وما بقى والو، والقضيه صعيبه وكانوا معولين على الربح والخساره. في اليوم الموعود في الفجر شدوا الطريق للحي، شي كان في البحر وشي في البر، حيت الحي كان عنده 2 ديال المداخل، وكانوا كيتسناو الصاك اللي غادي يجي فيه الحشيش. حتى بان لي غريغ سياره صفراء توجهات لداخل الحي، وقفات وتم تفتيشها عن طريق 2 ديال الرجال اللي ملتمين، وكملت الطريقه لداخل، ومن تم لعند بائع المخدرات اللي خدا الصاك وشد بلاصتو. هنا الشرطه وجدت راسها وهدفها انها تبع الحقيبه وليس باعتقال الاشخاص، حيت هدفهم اكبر. انطوان كان موجود ولابس لبس عادي، والمطلوب انه يمشي على اساس يشري حشيش ويخلي تليفونه خدام للتواصل. انطوان تحرك لجهه بنايه ام فين كاين البزناز، وقبل يوصل سول شي حد باللي باغي يشري الحشيش وراه فين يمشي. فالوقت اللي الشرطه كانت مستعده دخل انطوان وتقدم جهه البزناز، وواحد من البراهج تعرف على انطوان وغوت باعلى صوت الشرطه. هنا البزناز هرب وانطوان تبعه، ولاحظ انطوان انه رمى الصاك وورا واحد الصور اللي كان واحد جالس تما وخدا الصاك وهرب. كان لابس واحد التيشيرت زرقاء وملتم وجهه. هنا بتبعوا انطوان، لكن لقى في وجهه اكثر من 10 الاشخاص مستعدين انهم يقتلوه. شهر المسدس في وجههم وما كانوش خايفين منه، حيت كلهم كانوا مدروغين. الشرطه دخلات وانطوان كان كيعلم البقيه عن طريق التليفون
ان اللي عنده الساك لابس الازرق وملتم. دخلت الفرقه وحماو انطوان، اما صاحبهم ياس فشاف مول تيشورت زرقاء وتبعوا وعلمهم باللي دخل البنايه كي 16. طلع تبعوا وعرف الشقه اللي دخل ليها، وكانوا وحدين اخرين لتحت اللي سدوا باب العماره بباب ديال الحديد باش الشرطه ما تقدرش تدخل ويكسبوا وقت ويهربوا الحشيش والفلوس من المخبأ ديالهم. ياس لقى راسو ما بين المخبأ والعصابه اللي طالعين في الدروج. دق على احد الشقق اللي مقابله مع المخبأ، فتح لي واحد الولد الباب ودخل، وبدات الام كتغوت، شهر سلاحو وسكتهم. طلعوا جوج من العصابه للشقه وبداو كيراقبوا المكان عاد دخلوا للمخبأ. الوقت اللي كان ياس كيخبر صحابو عبر الجهاز بالمستجدات، الولد خدا موس وغدروا به، ولكن ياس ضربو وزاد عليه حتى مولي كانت كتغوت حيت شاف حياته كانت في خطر. انطوان وغريغ طلعوا لعماره اخرى ونقزوا من السطح ونزلوا للطابق اللي قال لهم صاحبهم. شافهم ياس خرج لعندهم وعرفوا باللي تم الطعن ديالو. دخلوا الشقه في حين البقيه كانوا كيفرعوا الباب لتحت، وفيما كان شي شمكار تجمع تما وكيحاولوا يستفزوا الشرطه. كانت مهمه صعيبه بزاف. الثلاثي دخل الشقه او المخبأ ديال العصابه وداروا بغرفه بغرفه حتى كيلقاوهم زارعين الحشيش تما وكيجمعوا المخدرات والفلوس. غريغ رمى عليهم قنبلات غاز مسيل للدموع وطلب المساعده من الاخرين اللي تمكنوا انهم يفرعوا الباب ويدخلوا. وفي ذاك الوقت كانت العصابه كيلوحوا الفلوس والمخدرات من واحد ثقب في الحيط. فرقه الدعم طلعت وداهموا الشقه، اما البقيه الشرطه اللي كانوا على برا كانوا الدراري كيضربوهم بالحجر واضطروا انهم يطلقوا عليهم الماء. الشرطه بدات كتعتقل العصابه، واللي ما بغاش يمتثل ليهم كان مصيره الرصاص، خصوصا اللي تبادلوا معاهم باطلاق الرصاص. نزلوهم لسياره الشرطه معتقلين بسيكانهم ديال الحشيش والفلوس وبصعوبه باش قدروا انهم يخرجوا من داك الحي، خصوصا غريغ وصحابه اللي شتفوا عليهم وهما في السياره. كانت مهمه صعبه جدا، ولكن فرحانين بالنتيجه اللي حققوا. قدروا يشدوا الريوس الكبار واحتفلوا داخل المقر حيت داروا واحد الانجاز اللي كبير. اما امال فكانت وصلت ب5 كيلو ديالها ومن بعد غبرات. من بعد شهرين تم القبض على الثلاثي غريغ وانطوان وياس، والجريمه اللي كانوا متهمين بها هي الكسب الغير مشروع تهريب المخدرات. غريغ وصحابه تصدموا، خصوصا طلبوا منهم انهم يعرفوا منين سرقوا الحشيش، والمقصود بها هي ديك ال5 كيلو اللي كانوا كيجمعوا. حاولوا يفهموا المحقق ايفو اللي جا من الشؤون الداخليه وانهم جمعوه للمخبره باش تعطيهم المعلومات واللي كيعرفها فقط انطوان. وانطوان حلف لعطاهم الاسم ديال امل، كما انهم خبروهم باللي الشاف ديالهم جيروم عنده علم، لكن للاسف جيروم نكرهم وخرج راسه من باب واسع. وامام قاضي التحقيق كانت كلمه جيروم ضد كلمه غريغ اللي تصدم وحس براسه انه تقولب وتشمت. داروا الخاطر للنائب وهما مشاو في الرجلين وضحاو بهم، حطوهم في السجن وحاولوا يفرقوهم وايضا ما يختلطوش مع السجناء حيت حالفين فيهم. كانت حياتهم على المحك. انطوان زاروا المحامي ديالو وقال ليه القليله عندكم 20 عام ديال الحبس الا ما قلتيش لينا شكون هاد المخبره. انطوان بقى مصر وياس اتصل بمراته وطلب منها تهضر مع صحابه اللي جمعوا معاهم الحشيش ويشهدوا باللي جيروم فراسو هاد الشيء، لكن رفضوا وقالوا حتى حنا غنمشيو للحبس. هما ضحاو بهم حيت هاد الشيء حمايه للوزير والنائب. غريغ كان في واحد الحاله نفسيه صعيبه، كان مصدوم من صاحبه جيروم والصحافه اللي شوهت بالسمعه ديالهم والحبس اللي غادي يدوزوه ظلما. غريغ جات واحد حالة الانهيار عصبي، ضرب يديه مع الحيط وراسه. ياس وهو راجع من الزنزانة غادي يشوف غريغ وشاف الحالة ديالو اللي وصل ليها وما قدرش يصبر ابدا. طلب منهم انه يحسن شعره. قوانين السجن السجناء كيحسنوا بعضياتهم، وبما انهم شرطة فخافوا عليهم ويوقع عليهم شي اغتيال، فاضطروا يجيبوا لي انطوان وهذا الشيء اللي كان باغي ياس، وطلب منه يعطيهم المخبره حيت حاله غريغ صعيبه بزاف ويقدر يموت بسبب الاكتئاب الحاد اللي جاه. انطوان راجع نفسه، كان مضطر انه يعطي المعلومات الكافيه للشرطه والشؤون الداخليه، وخرجوا من السجن مقيد الكوميساريه فين كانت مشدوده امل. واكد الايفون انها هي. مصير امل كان مجهول وانطوان ما كانش عنده اي خيار. قررت القضيه انها تزول عليهم تهمه تهريب المخدرات وتخرجهم من الحبس، ولكن مازال متابعين بارتكاب اعمال غير قانونيه في سياق واجباتهم المهنيه. ياس رجع لمراته وولده واشتغل في اتحاد الشرطه للدفاع عن زملائه ضد الاداره. انطوان قدم استقالته وفضل يشتغل كممرض مساعد في السجن. اما غريغ فتم فصله من العمل ديالو وكيشتغل كموظف في البلديه. هنا سال الفيلم ديالنا، كنتمنى يعجبكم الفيلم وما تبخلوش علينا باللايكات والبارطاج والاشتراك في القناه باش تشجعوا المحتوى. كما ممكن انكم تخليوا اقتراحاتكم في التعليقات الافلام اللي بغيتوا نلخصها لكم، ودمتم في رعايه الله وحفظه.